لو عندك عزومة ومش عارفة تعملي ايه يبقى لازم تعملي الطبق ده. أسهل وأشهى وألذ طبق هتعمليه. شوفوا تسوية اللحمة خطيرة. أول حاجة هنسلق اللحمة عادي خالص، وطبعا لازم نديها كده صدمة على نار عالية بمعلقة كده من السمنة البلدي. تاخد كده تشويحة من الجنبين، بنزل عليها بورق لورا وحبهان وملح وفلفل والليمون بتاع العطار وبصل، بس كده. ومية مغلية من الكتل، لتر من المية. قعدت معايا بالظبط ساعة فقط. برضو أخلي بالي ما سويهاش قوي عشان لسه هتكمل تسويتها لما اجي احط عليها الخضار. كنت مقطعة الخضار، أي خضار عندك في التلاجة. الرز البسمتي مجهزاه، دي شوربة اللحمة اللي فضلت. اديتها كده غلواية ونزلت بيه الرز البسمتي المغسول كويس جدا. معايا حلتي تكون غويطة شوية، فقعر الحلة تحت بدهنها بالسمنة البلدي، وأبقى مقطعة الطماطم بتاعي حلقات بالمنظر ده. أي بقى رصة تعجبنا رصوها، مفيش أي مشكلة. أنا رصيتها بالمنظر ده، وكنت مقطعة كمان جزر وفلفل ألوان وفلفل رومي أخضر، والبصل مقطعاه حلقات كبيرة بالمنظر ده. بس كده أول خطوة خلصناها. البطاطس نقطعها تخين شوية عشان ما تتهراش مننا في السوا، ونحاول إن تبقى تقطيعة البطاطس زي بعض. كان عندي كده مشروماية كده يتيمة في التلاجة، قلت أقطعها بالمرة. الخطوة دي بقى يا جماعة ما تستغنوش عنها، لأن بتودي طعم اللحمة في حتة تانية. بجيب بولة كبيرة وبحط البهارات اللي هقولها: ملح وفلفل و7 بهارات، كاري وكركم وبابريكا وقرفة، بس كده. ومعلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. بنزل عليها اللحمة المسلوقة وببهرها كده، وأسيبها كده دقيقتين مع البهارات تشم ريحة البهارات. معايا كوباية كبيرة فيها مرقة لحمة، وعليها مية مغلية سخنة جدا. ببتدي كده إني أضيفها، وبعلي النار شوية شوية تاخد غلواية بالمنظر ده. بوطي بقى النار عليها تستوي براحتها مع اللحمة، وبعمل لها كده تيست، بشوف البطاطس استوت ولا لأ، وكمان اللحمة كده استووا. ببتدي بقى اني انزل بيه الرز اللي هو مستوي نص تسوية في شوربة اللحمة بتاعتي. بوزع الرز على كل الحلة بتاعتي. معايا طاسة فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي، بنزل بيه البصل متقطع صغير بالمنظر ده، او ممكن كمان مفروم. ميكس البهارات اللي عملناه في اللحمة، سبت كده معلقة صغيرة، ودي كانت البهارات اللي ضفتها مع البصل، و3 معالق كبار من الزبيب، ومعلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم، وكوباية صغيرة من المية. الخليط بتاعي كده ياخد غلواية بسيطة على نار عالية جدا. بضيفه بقى كده على الرز. الخطوة دي بتدي طعم حلو قوي لوصفتي النهاردة. وممكن كمان تحطي كده فلفل حامي اختياري طبعا لو حابة. بسيبها نص ساعة على نار متوسطة، وكده بغطيها بالفايل البخار بتاعها يسويه. وصفتي خلصت وحلتي خلصت. شايفين الجمال؟ كل حاجة مظبوطة. اللحمة مستوية جدا ومهرية من السوا. سبتها طبعا تهدى شوية وتبرد شوية عشان أعرف إني أقلبها. دي النتيجة بعد ما قلبتها. بجد النتيجة مبهرة جدا. متأكدة إن انتوا هتعملوها كل شوية من سهولتها ومن جمالها. خطيرة. للتزيين بقى ممكن نحط شوية من اللوز، شوية من عين الجمل، شوية من الزبيب، أي حاجة احنا عايزينها. اعملوها وألف هنا وشفا عليكم.